السلام عليكم شباب، معكم ميزر من قناة الزوية على اليوتيوب. اليوم جايب لكم درس تغيير باسورد او الرقم السري للراوتر. طبعا اول شيء نقوم به هو الدخول الى المتصفح اكسبلور، جوجل كروم، اللي يعجبك انت. طبعا انا راح ادخل لجوجل كروم، نخلي الاي بي هنا، تابع معاي. نخلي الاي بي مال الراوتر اللي هي 192. طبعا مو كل راوتر نفس الاي بي ما ثابت. ممكن عندك اللي 01 ذني بالاخير يتغيرن حسب الشبكة اللي ساحب من عندها انت. هسه انا يمي 01، انت احتمال يكون عندك 11 او 12 او 02 حسب الشبكة اللي انت ساحب من عندها. يعني هاي تقدر تسأل بها صاحب الشبكة اللي انت ساحب من عنده خط. هسه نضغط انتر، يطلب منك هنا اسم المستخدم والكلمة المرور. طبعا اي راوتر جديد يجيك الاسم بهذا الشكل اللي هو ادمن، الاسم والباسورد. تابع معي، شوف هاي الاسم، اسم المستخدم وكلمة السر هي ادمن. اي راوتر يجيك يعني جديد تدخله هذا. بعدين افهمك شلون راح تغيره. هسه اني الاسم والرقم مالتي غير ادمن انا مغيرهن. تابع معي. هسه دخلنا، بعد ما تدخل الاسم والباسورد تطي انتر، راح تفتح لك الصفحة مال الراوتر او التبلينج. هسه انا داخل هنا لصفحة التبلينج. شلون راح اغير الباسورد مالت الراوتر؟ طبعا اول شي نجي الوايرلس. تابع معي، شوف اشارة الماوس وايرلس، ننزل هنا وايرلس سكيورتي، اوكي. ننزل للاخير، الخانات الاخيرة. تابع معي، هذا هو مكان الباسورد. انت بكيفك يا رقم رايد تخلي، او ممكن يتكون الرقم. هسه انا راح اخلي لك رقم مثلا اوكي. يعني ممكن تخلي ارقام واحرف، ممكن تخلي بس ارقام، ممكن تخلي بس احرف. انت يعني هذا الشيء خاص بيك والك الحرية بيه. مثلا انا اخلي 1 2 3 4 1 2 3 4. هذا الباسورد اللي اريد اخليه للشبكة مالتي. نعطيه سيف. تابع معي، اوكي، موافق. ننزل لاخر شيء تحت، راح يطلع لك هنا كليك هير بليز، كليك هير، اوكي. ريبوت. تابع معي، راح ننطي ريبوت. الراوتر راح تنطي ريستر نفسها، يعني تغلق نفسها بعدين تشتغل. تابع معي، وراح انطيك الاشارة على الشبكة. تابع، شوف معي. هسه راح يفصل الشبكة. تابع هنا، راح تروح الشبكة وترجع، اللي هو الراوتر يفصل بعدين يعيد نفسه. تابع. هسه راحت الشبكة، راح يشتغل من جدة مرة اخرى، وتقدر تدخل. الباسورد اللي انت خليته راح ينحفظ يمك، ومستحيل اي شخص يقدر يدخل بدون هذا الباسورد. تحياتي لكم، ان شاء الله يكون الدرس اعجبكم، ولا تبخلوا علينا باللايك للتشجيع فقط، لا اكثر.